بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي متابعين قناة ماما رحاب يوسف في البيت، السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. فيديو جديد عليكم سعيد، يا رب كل أيامكم تكون عيد. لو عند حضرتك قرنبيطة ووصلت للمرحلة دي لأي سبب من الأسباب، إن ممكن حضرتك تكوني كنت مريضة وسبتيها بره التلاجة أو سبتيها جوه التلاجة وحصل لها كده، فقدامنا حل من حلين. الحل الاولاني ان حضرتك ترمي القرنبيطه دي في الزباله، والحل التاني برضو انك ترمي القرنبيطه دي برضو في الزباله. ليه يا حبايب قلبي؟ دلوقتي هنشوف القرنبيطه ديت لو نضفناها علشان خاطر نسلقها هيبقى شكلها عامل معانا ازاي من جوه. دلوقتي انا بدات انضفها اهو عشان اوري لحضراتكم شكلها من جوه عامل ازاي. شوفي حضرتك العفن والمرض والعياذ بالله واصل في الجذور بتاعتها من جوه. فعلشان ما اذيش نفسي واذي بيتي واولادي هقوم جايه حطاها في نفس الكيس اللي كان في قلبه في التلاجة او بره التلاجة، واقوم جايه رابطه الكيس زي ما حضرتك شايفه كده اهو، وكمان اقوم جايه رامياه في الزباله. ليه؟ علشان اشتري صحتي وصحه اولادي. انا كده بوريكم يعني ان انا هرميها في الزباله. لو حضرتك معاكي السله جنبك او قريبه منك ودي هرميها في الزباله على طول، علشان الامراض والوحشه والعياذ بالله احنا في غنى عنها، وصحه اولادنا بالدنيا كلها. فداهم الف قرنبيطه وقرنبيطه. اوعي تسمعي خالص للفيديوهات اللي بتقولك تعالي نشوف القرنبيطه لما باظت هنعمل فيها ايه، ويقشروها وينضفوها ويسلقوها ويعملوها وياكلوها عادي. لا، ده طبعا كله علشان خاطر يكسبوا مشاهدات بس، لكن الله سبحانه وتعالى هيجازيهم باللي هم عملوه ده. لان في ناس كتير جدا بتمشي ورا القنوات دي وبيعملوا زيهم، تقولك دي شاطره، دي ناصحه، يوتيوبر شاطره وناصحه. شوفوا ما رمتش حاجه في البيت، حتى القرنبيطه البايظه المعفنه دي خدتها ونضفتها وعملت منها اكل. لا، دي طبعا خدتها ونضفتها وعملت منها مرض والعياذ بالله. شوفي حبيبتي، شوفي المرض وصل لحد فين والعياذ بالله. اوعي 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 عندك قرنبيطه زي دي وتاخديها تسلقيها ابدا، دي تترمي في الزباله على طول. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونوش بالاشتراك واللايك والشير وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. واشوفكم على خير ان شاء الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمه الله تبارك وتعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. صدق الله العظيم تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا من الفائزين في الدنيا والآخرة يا الله يا مولانا يا كريم.